وانتهى اللقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري بفوز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. كان مهم جدا ان الزمالك يفوز في اللقاء ده، لان الزمالك كان ترتيبه في المركز ال13، فالثلاث نقاط كانوا حياة او موت بالنسبه للزمالك عشان يحسن وضعه في الدوري. ومهم جدا ان الزمالك يفوز بهدفين مش هدف واحد، لان في الفتره الاخيره لما الزمالك كان بيتقدم بجول كان الفريق الخصم ممكن يتعادل في اي لحظه، لكن لما بتجيب جونين وثلاثه انت بتأمن نفسك. ومهم جدا ان الزمالك طلع بهدفين نظيفين. ليه؟ لازم شباك الزمالك تكون نظيفه، ما ينفعش كل ماتش الزمالك بيستقبل جول وجونين، مش مقبول ده ابدا. لكن النهارده الزمالك عمل المطلوب، جاب جولين وما دخلش فيه اهداف، ودي كانت نقطه مهمه جدا. طب مين اللي كان منور النهارده في الماتش؟ الجزيري وناصر ماهر. الجزيري وناصر ماهر من اول دقيقه لاخر دقيقه ليهم في اللعب كانوا موتين نفسهم في الملعب، روح قتاليه، نازلين يكسبوا. هم نازلين يكسبوا، مش نازلين يدلعوا، نازلين يكسبوا. ناصر ماهر جاب الجول الاول والجزيري جاب الجول الثاني، لكن طول الوقت بيتحركوا في كل مكان في الملعب. الجزيري بيدافع وبيهاجم وفي وسط الملعب، وناصر ماهر نفس الكلام. تحيه للجزيري وناصر ماهر، ومعاهم عبد الله السعيد باسيستاته الحلوه وبساطته الحلوه، وزيزو طبعا. بس زيزو النهارده ما كانش زيزو اللي احنا عارفينه، لكن عمل اقصى ما يمكن. تحركات الجزيري وناصر ماهر هي اللي اهدت الجونين للزمالك. بالنسبه بقى لابراهيم نداي ومصطفى شلبي، ابراهيم نداي ومصطفى شلبي ضيعوا فرصتين يعني انفرادين. منهم كرة مصطفى شلبي الجون كان فاضي، يعني لو كنت شطها كانت دخلت الجول، لكن مصطفى شلبي تايه، الكرة وصلت له ومش عارف يعمل ايه، هو مش مركز. طب احنا نقوله طب يعني اهو ماتش وعدى، لا، مصطفى شلبي بقاله فترة سيء جدا ونداي بقاله فترة سيء جدا. مصطفى شلبي وابراهيم نداي الاثنين بيلعبوا جناح شمال، الزمالك محتاج جناح شمال في اقصى سرعه، مش جناح شمال وخلاص، جناح شمال تقيل، حد في مستوى بن شرقي، ويا ريت يكون بن شرقي نفسه. دونجا لاعب ممتاز وبيدافع كويس وبيتحرك كويس وبيروح يعني بيدافع في كل مكان في الملعب، لكن دونجا ينقصه لما الكرة بتجيله في بطء، فممكن الكرة تتخطف منه، لازم يسرع اللعب شويه. الكرة تجيله لازم يستعجل ويخلص من الكرة، لازم يكون مفكر الكرة قبل ما تجيله هيوديها لمين. لكن دونجا دايما الكرة بتجيله وبعد كده يفكر هبصها لمين، الكرة تتخطف منه. الزمالك النهارده بفوزه يعني حسن وضعه في الدوري، وده المطلوب من الزمالك في كل الماتشات الجايه في الدوري. لازم تفوز وتعمل اللي عليك انك تفوز، وتلعب بروح انك تفوز في كل لقاءات الدوري اللي هتلعبها لنهايه الموسم، لان مش مقبول انك تتعادل ولا تتغلب في اللي جاي. بالنسبه للمنتخب، في تعليق على قائمه المنتخب اللي اختارها حسام حسن. حسام حسن ما اختارش دونجا لاعب الزمالك، ولا عمر جابر، ولا عمر كمال عبد الواحد لاعب الاهلي، ولا كهربا لاعب الاهلي، ولا محمد بسام حارس المرمى، واختار عواد حارس مرمى الزمالك، واختار الشناوي حارس مرمى الاهلي اللي هو ما بيلعبش. عواد انا شايف ان مستواه ما يأهلوش في المنتخب الفتره دي، فلازم انت اللاعب اللي يروح المنتخب انت بتديله مكافأة على ادائه فبتوديه المنتخب. فانت النهارده بتكافئ عواد على ايه؟ ادي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للشناوي، انت لما بتجيب واحد زي الشناوي بقاله 5 شهور ما وقفش حارس مرمى، واخده معاك تعمل بيه ايه؟ مجامله. يا حسام حسن طول ما انت بتجامل ربنا مش هيكرمك. اختار اللي يستحق، ما تختارش لاعب عشان تجامل فريق، لا الاهلي ولا الزمالك. اختار اللعيبه وحارس المرمى اللي يستحقوا فقط لا غير. بالتوفيق للزمالك وبالتوفيق لمنتخب مصر.